في محافظة قنا، وتحديدا في قرية صغيرة اسمها الجنينة والشباك. القرية دي مش زي أي قرية، الناس فيها بتتكلم عن حكايات غريبة حصلت. ما تنساش الاشتراك واللايك وتفعيل الجرس، واللي يخشها بالليل صعب يخرج زي ما دخل. واحد من السكان القدام بيحكي إنه وهو صغير سمع صوت ضحك جاي من الجنينة، ولما قرب ما كانش فيه حد. ولما حكى لهم قالوا له ما ترجعش هناك تاني، اللي بيظهر هناك مش بشر. ناس تانية بتحلف إنها شافت ست لابسة أسود ماشية كل ليلة في نفس الطريق، لكن لما يقربوا منها بتختفي. في بيت فاضي في نص القرية، كل اللي حاول يبات فيه رجع بيحلف إنه سمع صوت خطوات بتقرب منه، وريحة بخور، وأصوات ناس بتتكلم بصوت واطي، لكن لما يفتح النور ما يلاقيش حد. في يوم من الأيام شاب قرر يعمل بث مباشر من جوه القرية. كان بيضحك في الأول، لكن بعد ربع ساعة وشه اتغير وصوته بدأ يتهز، وقفل البث فجأة. بعدها طلع بفيديو قال مش هتكلم عن اللي شفته، بس اوعوا تروحوا هناك خصوصا بالليل. الغريب ان الناس هناك متعودين، لكن اي حد غريب يدخل لازم يشوف حاجة. هل دي مجرد خرافات، ولا فعلا في حاجات مش بشرية عايشة هناك؟ قرية الجنينة والشباك لسه لغز ولسه بتخوف. لو عندك اي حكاية مرعبة او غريبة ياريت تكتبها لنا في الكومنت، وما تنساش الاشتراك واللايك علشان الرعب ما يقفش.